There's no one in the world today could beat me. اصحابي واخواتي وعائلتي التانية، رجعت لكم من تاني بفيديو فشيخ. بيجي وقت في مسيرة كل ملاكم عظيم انه لازم يواجه او يهزم الراجل اللي هزم الراجل، ورغم ان لاري هولمز ما كانش ساعتها هو البطل سنة 1988، الا انه في نظر جماهير الملاكمة كان الاسم اللي لازم يكون موجود في سجل اي بطل وزن تقيل. عايز تثبت نفسك كبطل لازم تعدي عليه. في الفترة دي كان تايسون هو المهيمن على الوزن ده وهزم كل الابطال دول، ولكن كل دول كانوا يعتبروا دمى مقارنة بالترسانة الأسطورية اللي بيملكها ملك الحلبة والوقت طويل لاري هولمز. النزال ده كان ممكن يكون أهم نزال في مسيرة مايك تايسون في الفترة دي، والتاريخ بيفتكرها كواحدة من أهم نزالات الوزن الثقيل على الإطلاق. والليلة دي هي الليلة اللي بيحاول يأخذ فيها مايك تايسون الصقر لأسطورته وقدوته محمد علي رحمة الله عليه. ظهر لاري لأول مرة في ساحة الوزن الثقيل سنة 1978 بعد ما تحدى كين نورتون على لقب WBC. كانت مواجهة عنيفة جدا وانتهت بجولة أخيرة أسطورية لصالح لاري هولمز. لاري هولمز ما كانش اسم كبير قوي ساعتها ولا معروف وقت ما بقى بطل، لانه ما واجهش غير اسم كبير واحد بس قبل كده وهو إرني شيفرز، ولكن وراء الكواليس كانت سمعته مرعبه خصوصا وسط نخبه الوزن التقيل، وده لان اسلوبه كان شبه محمد علي، وده خلاه شريك مثالي في السبارنج لنجوم كبار ساعتها زي إرني شيفرز وجو فريزر وهم بيستعدوا لمواجهه ملك الوزن التقيل. علي بنفسه حب هولمز وقربه منه ودمر معسكره سنة 1968 عشان يساعده، وبدأ يكون موهبة هي اللي هتسود الجيل الذهبي للوزن التقيل بعد كده. بعد ما أخذ اللقب من نورتون، هولمز بهدل كل الأبطال اللي فضلت من نهاية السبعينات ومسح بيهم الأرض. وفي الوقت ده كان مايك تايسون قاعد بيتابع كل ده من بعيد وهو في مؤسسة إصلاحية للشباب. ومع وجود مجموعة كبيرة من المواهب الشابة اللي طالعين في أوائل الثمانينات كانت مهمة هولمز صعبة، ولكن كان في واحد من الجيل اللي قبله مش مستعد إن هو يسيب الساحة كده للشباب الجديد ده بسهولة. back because I'm going to be the champ 4 times. I promise you it'll be a miracle. Holmes will be no contest. رغم ان جمهور الملاكمة كان نفسه يصدق ان علي لسه عنده الشرارة اللي تخليه يواجه وحش جديد، الا ان الحقيقة كانت واضحة، فرصته كانت شبه معدومة.